واخيرا نزلت لحاره الميزان اللي موجوده في العتبه. شايفين اشكال البوتات اللي قدامكم دي المتوسطه والصغيره دي كان سعرها عامل من 450 لحد 650. وطبعا كل ما بتعلي بالزرعه كل ما سعر الزرعه بيزيد. يعني شايفين الشكل الكبير اللي قدامكم ده، دي كانت كبيره وتقريبا لحد راسي، كانت عامله 1400. اما بالنسبه لدي فدي كانت عامله 1500. وبالنسبه لافرع الزرع اللي بتتعلق على الحيطه دي كان العشرة منها عامل ب 150 جنيه. وطبعا كان في كميه اشكال والوان هناك بجد تحفه جدا، ودي كانت عامله 450. وطبعا انت لما هتنزلي هناك هتشوفي اشكال والوان من بوتات الزرع. كان نفسي جدا اقول لكم كل الاسعار هناك كانت شكلها عامل ازاي واشكال الزرع كلها، بس حرفيا انا معرفتش لان كان في اشكال والوان كتيره مختلفه، وبيختلف برضو على حسب شكل البوت وعلى حسب نوع الزرعه ايه. انا طبعا كنت نازله عشان كنت عايزه اجيب شجره الموز، بس بعد ما نزلت وشفت كل الاشكال حرفيا غيرت رايي. بس في النهايه كان في شكل محدد انا كنت عايزاه وجبته. وشايفين الاشكال اللي قدامكم دي برضو سعرها عامل من 450 لحد 650. فعارفين انت لما تنزلي هناك هتلاقي فيه اسعار مناسبه ليكي جدا وحاجات واشكال شكلها تحفه جدا. وده من ضمن المحلات اللي انا دخلتها وبجد انبهرت بيها لان كان فيها كميه زرع وورود. وده من ضمن محلات تانية كتير هناك هتلاقوها فيها برضو اشكال حلوه جدا. فعارفين انت لما هتنزلي هناك هتنبهري بالاشكال اللي موجوده هناك. وبالنسبه للزرع الصغير اللي هو بيبقى فازات صغيره زي الاشكال دي كان سعرها عامل 45 50 65. واخيرا بعد لف ودوران كتير جبت الزرعه اللي انا عايزاه وكانت هي دي، بس غيرت البوت بتاعها وخليته شكل الخوص بدل البوت الابيض. يعني هو كان في الاول زي الزرع اللي جنبه بوت ابيض بومبي ده، فانا غيرتها وحطيت الخوص. يعني حسيت بالخوص شكله احلى، فقالوا لي انتوا رايكم شكلها بالخوص احلى ولا لا. وكان سعرها عامل 650. وده كان اخر محل دخلته وكان عجبني فيه ان هو كان عنده الاشكال كلها بتاعه الافرع بتاعه الزرع اللي بتتعلق، لان انا بصراحه كنت محتاره اجيب اني شكل. فهو كان مجمع الاشكال كلها عنده الكبير والصغير، وانا كنت محتاره بقى بصراحه اختار اني الكبير ولا الصغير. بس في النهايه بصراحه حسيت ان الصغير شكله سيمبل ورق اكتر وهيبقى شكله احلى على الاوضه. وانا اصلا كنت نازله عشان عايزه اجيب الافرع دي عشان اعمل بقى شكل كده من الاشكال اللي انا بشوفها على بنترست. كنت محتاره في النهايه اختار اني شكل، الشكل دون ولا الشكل التاني اللي هو دون زي ورقه العنب. وفي الاخر اخترت الشكل ده بصراحه حسيته شكله احلى. وده بقى طبعا الظابط بتاع البوت اللي انا جبته. ولو انت بقى من النوع اللي بتحبي الحاجات الكلاسيك فعارفه هناك في محلات بتبيع حاجات كلاسيك تحفه. يعني شايفين الثلاث تابلوهات دول كانوا بيتباعوا ب 350. اما من حيث الاباجورات بصراحه مش فاكره، بس كان سعرها عالي تقريبا 900 الف او 800 حاجه زي كده. بس انت لو من النوع اللي بتحبي الحاجات الكلاسيك فعارفين هتلاقي هناك كذا محل بيبيع حاجات بجد تحفه، لان انا من عشاق الحاجات الكلاسيك. وده محل من المحلات الجميله جدا اللي هي بتبيع الحاجات بتاعه الشمع والانتيكات والديكورات بتاعه البيت باسعار بجد تحفه جدا. شايفين الاباجوره الصغيره دي كان سعرها 50 جنيه، وانا كان عندي منها الاصغر منها وموجوده عنده برده حوالي 35. وبجد كان بيبقى شكلها تحفه جدا في الاوضه. وبالنسبه بقى الحاجات الخشب اللي هي عامله شبه النوته دي كان سعرها تقريبا عامل 110 115 125 على حسب برضو الشكل اللي انت هتختاريه. وعارفين هتلاقوا محلات هناك كتيره جدا مليانه من الحاجات دي واسعار بجد تحفه جدا هتناسب كل الناس. بس حرفيا لازم تنزلي يوم وتاخدي لك جوله كده في حاره الميزان عشان تشوفي كل الاشكال اللي هناك وكل الديكورات والحاجات الحلوه اللي موجوده هناك. وده طبعا الزلط بتاع البوتات بتاعه الزرع، واسعارها بتبتدي الكيس تقريبا ب 25 ب 15 جنيه ب 30 جنيه على حسب الحاجه شكل الزلط اللي انت هتختاريه. وطبعا دي من ضمن الحاجات اللي عجبتني قوي، وهي عباره عن شمعه وبتبقى بلاستيك وبتحط لها حجاره من تحت، وسعر الاثنين كان عامل 175. ولو انت بقى من النوع اللي بتدوري على اباجورات فحرفيا هناك الشارع مليان محلات بتبيع اباجورات باسعار تحفه جدا. وطبعا انا عايزاكي لما تروحي هناك مش من اول محل تشتري. يعني المحل ده كان بيبيع الاباجورات دي كلها ب 250 جنيه تقريبا، ده ارخص محل. وكان بيبيع الاباجوره الكبيره دي ب 500 جنيه في حين ان هي على النت بتتباع ب 1000 جنيه، ولما بيعملوا عليها عرض على النت بيبيعوها ب 900 جنيه. فبجد انت لازم تنزلي هناك. وده بقى اخر محل دخلته حرفيا كنت خلاص بودع يعني كان في كميه طابلوهات بجد تحفه. كانت الاسعار هناك بتبتدي ب 45 جنيه بالنسبه للطابلوهات الصغيره. وعارفين لما هتروحي هناك هتشوفي كميه واشكال طابلوهات. المحل اصلا كان مرصص كده على الارض كلها طابلوهات، انا ما كنتش عارفه اصور اللي ورا بسبب الزحمه. ودي من ضمن الطابلوهات اللي عجبتني واللي انا برضو جبتها. كان سعر الواحده منها عامل 45 جنيه. فعارفين لو انت من النوع اللي بتدوري على طابلوهات تزيني بيها الحيطه عندك فعارفين المكان هناك مناسب. واخيرا روحت البيت، واستنوا بقى الفيديو التاني بعد ما افرش الاوضه بالحاجات اللي انا جبتها.